تجيبين 5 دبات، 5 دبات افتحيهم كلهم ال5 دبات من لتر الى لترين الى 3، افتحيهم كلهم، اقرأي عليهم الفاتحه 7 مرات، يعني تقرأي الفاتحه 7 مرات، مو على كل دبه 7 مرات، 7 مرات، بعدين تمثيل بالدبات كلهم، بعدين تقرأين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، بعدين تقرأين الآية بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، بعدين تقرأين آية الكرسي 7 مرات، بعدين تقرأين الكافرون، الإخلاص، الفلق والناس، كل واحدة منهم 7 مرات، تمثيل بالماء، بعدين تقولين حسبي الله ونعم الوكيل على المس العاشق وأذاه، حسبي الله ونعم الوكيل على من أصابني بعينه ولم يذكر الله، حسبي الله ونعم الوكيل على الحاسد من القلب الخبيث، حسبي الله ونعم الوكيل على السحر وعقده، حسبي الله ونعم الوكيل على مس الشياطين، بعدين تقولين اللهم فك رهاني وثبت إيماني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، تحصنت بلا إله إلا الله. تمام؟ إذا قلتي كل الأذكار وكل القراءات اللي أنا ذكرتهم تمثيل بكل دبة 2 إلى 3 إلى 5 إلى اللي تبغين تمثيل داخل هذا الماء، بعدين كل يوم تشربين من كل دبة كاس أو كاسين، يعني ترتوين من الماء، تشبعين ماء، بعدين تغتسلين بهذا الماء أي وقت تبغين من بعد صلاة الفجر حتى قبل صلاة المغرب. واضح كلامي؟ وبمشيئة الله ما فيك إلا العافية، وابعدي عن الأفكار السلبية تماما ولا تتشائمين، واكثري دائما من قراءة آية الكرسي، تطرد العاشق. لو كان في عاشق طائر يروح ويرجع تطرده بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما يستطيع يوصل له.